السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ بس قبل أي حاجة نبدأ نتكلم نصلي على النبي في التعليقات، وما ننساش اللايك والتعليق، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيراميدز كنا لازم النهارده قبل أي كلام نشكر بيراميدز، نقول له يا بيراميدز أنت شرفت الكرة المصرية، وخليت اللي مش معترف في البطولة يعترف بقى النهارده. وبأمانة فريق لسه ابن امبارح يوصل للمرتبة ديت، لا بأمانة أنت عملت إنجاز، فلازم كنا نشكر المدرب واللعيبة والإدارة. مدرب ولاعيبه واداره ونشكرهم كمان على الاداء بتاعهم، وانهم لعبوا في قلب اهلي مع اهلي جده، في اهلي جده نفسهم وسط جمهورهم، وما هبوش وغلبوا 3-1 وشرفت الكره المصريه. يعني المصري بيثبت وضعه في اي حته، كان اهلي زمالك بيراميدز تفرض سيطرتك في اي حته. يعني السنه اللي فاتت الاهلي كان فارض سيطرته مع العين، النهارده بيراميدز فرض سيطرته على الاهلي جده وخد بطوله الثلاث قارات. البطوله اللي ما كانش حد معترف بيها بدا يعترفوا بيها، ونقول لهم برافو بيراميدز، عملتوا انجاز. ده كله عشان خاطر اللعيبه مندمجه مع بعضها، اللعيبه بتحب بعضها، في استقرار، في عدم مغالاه، كل العقودات زي بعضها. مش هنتكلم في القصه دي، بس نقول ايه، لازم نقول ايه، مبروك بيراميدز بالفوز النهارده بطوله الثلاث قارات. ايه النهارده كان الزمالك بيلعب النهارده مع الجونه، والزمالك اتعادل مع الجونه بجون عالمي في الدقيقه 85 و45. لو انت فاكر الرقم ده ايه، رقم جون قفشه اللي دخله في الزمالك في بطوله القرن. النهارده الزمالك، كل الاهلاويه النهارده بنقول لك بحبك يا زمالك. ليه بحبك يا زمالك؟ علشان خاطر انت هديه في ايدك، ودي مش اول ما تحصل. يبقى هديه في ايدك ان انت تزود الفارق وتلغي الهديه، ويبقى الفارق بيننا وبينك 5 نقط، والاهلي ناقص له ماتش. وكمان اللاعب هيلعب الماتش يوم 29. فممكن لو الحظ لعب مع الاهلي وكسبك، وانت اديته الفرصه ديت، ان يبقى في عليك فرق، يعني بطوله الدوري، يعني متصدر الدوري فرق نقطه عليك. بس مش هنسبق الاحداث، هو بس الزمالك النهارده اتعادل مع الجونه بجون عالمي، والجون ده حلاوته بقى، حلاوه التعادل النهارده ان الاهلي النهارده فاز، فهيخش مباراه القمه على امل إن لازم يفوز. ليه لازم يفوز؟ عشان يصدر الدوري. فانت تديله الامل ده. اما لو الزمالك النهارده كان فاز، كان الاهلي هيروح يلعب، كنت انت اللي فرضت سيطرتك على الاهلي. اما دلوقتي الاهلي هيفضل، بس هي لا، هو هتلعب بطريقه الاهلي. يعني الاهلي شو هيلعب ازاي، انت اللي هتلعب بطريقته. ليه هتلعب بطريقته؟ ان انت هتبقى خايف لا اللي هيكسبك، هتدافع. فلما تدافع الاهلي هيسيطر. ده رايي، يعني رايي. لو كنت انت كسبت، كان الاهلي هيبقى نازل معنويات مش زي المعنويات. اما دلوقتي انت خليت الاهلي معنوياته احلى واقوى. فهي مسهل تشكر يا زمالك، والله كلنا بامانه، كل جماهير الزمالك، كل جماهير الاهلي يقول لك تشكر يا زمالك. الاهلي النهارده كسب حرس الحدود 3-2. بصوا ولا اداء ولا روح. مفيش غير ياسر ابراهيم ومروان واحمد عبد القادر، عودا عن حميدا عن احمد عبد القادر، هم اللي كانوا في المباراه. يعني وجراندشار دخل جون حلو، بس لله. يعني انا عشان برضك ما نظلمش الجهاز الفني اللي موجود، الجهاز الفني واخد اللعيبه مهلكه. هتقول لي اصلا ما لعبوش اصلا، يعني ما دخلوش في الدوري، في دوري ولا الحمق وراء، لا. بس اقول لك مجهدين، اصابات عضليه، عدم نفسيه، عدم انضباط في اوضه اللبس. ودي بانت النهارده لما ياسر ابراهيم كان زعلان انه ما خدش راجل المباراه، ومروان عطيه اللي خدها. يا عم ياسر، كنت تصبر لغايه ما تخش اوضه اللبس وتسال في القصه دي. طلع عليها قصه. القصه ديت الحمد لله انتوا حليتوها. القصه يقول لك ايه، ادي اوضه اللبس بايظه. هي كده كده اوضه اللبس عارفين كلنا انها مش مظبوطه، مش مظبوطه. فلازم لها حل، وان شاء الله الاداريين الموجودين جديد فيها هيحلوها. اما واحد زي ياسر ابراهيم لما يطلع كده، ده ما ينفعش. عملت قصه وحدوته بدون قصه وحدوته. بس كويس ان انت نزلت على الانستجرام صوره لك، صوره لمروان وهو بياخد الجايزه، قلت اخويا وحبيبي. قام يا مروان رد عليك وقال لك انت بالرجوله ومش عارف ايه، والموضوع عدى. كويس ان عملته كده، بس برضو هتبين للدنيا كلها ان انت في مشكله عندنا في اوضه اللبس، في مشكله في اوضه اللبس في الاهلي. فالمشكله دي بقى مشكله نفسيه، مشكله عصبيه، اللعيبه ما بتطيقش بعض، عشان كده بتاثر في الملعب. فلازم حد من المدربين يشوف لنا حل في القصه دي، وخصوصا في قلب الملعب. اما عاشور، طلع امبارح، اتفاجئنا بتصريح بيتقال امبارح من ابراهيم فايق، او من محمود شوقي، كابتن محمود شوقي، استاذ محمود شوقي اللي كان مع ابراهيم فايق. بيقول لك الاهلي فاتح السكه لادم وطني، ان لو جاب له عرض ب 10 مليون الاهلي هيتباع.
وأنا كجمهور أهلي باقول لك لو إمام عاشور جاله 10.000.000 يتباع. ليه يتباع؟ إمام عاشور أحسن لاعب في مصر وأفريقيا، معاك لاعب حلو ماشي، الجماهير الأهلي بتحبه ما فيش مشكلة، بس إمام عاشور غلط. غلط لمّا راح مضى مع واحد اسمه آدم وطن وما سمعش كلام الإدارة، يعني أنت عارف إن الإدارة منع ده، أنت رُحت مضيت معاه. فجات على دماغك لمّا الأهلي قال لك خلاص ما فيش تجديد أو زيادة العقد دلوقتي غير بعد ماتش الزمالك، أو نشوف الأول الناس العقودات القديمة الأول اللي فاضل لها سنة، اللي هم منهم أحمد عبد القادر وديانج وحسين الشحات. فأنت دلوقتي أدهم وطني هو الوكيل بتاعك الرسمي، ما أنت ماضي معاه عقد، والأهلي مش هيقعد مع أدهم وطني. كلمة واحدة، الأهلي إدارة الأهلي مش هتقعد مع أدهم وطني، ومش هيجددوا لك يا إمام بسبب الموضوع ده، أو مش هيزودوا لك عقدك أو هيدوك المرضية اللي أنت كنت عاوزها بسبب الموضوع ده. فأنت عندك حل من الاثنين، لا أدهم وطني تلغي التعاقد معاه، وده مش هينفع عشان عرفنا إن هو في شرط جزائي كبير قوي على إمام، او تصبر بقى لغايه ما العقد بتاعك مع واد ادم وطني يخلص عشان تقعد مع اداره الاهلي، او لو ادم وطني زي ما قال لك ان جالك عرض من 10، لا قال لك انا عاوز 10 مليون فيه، جيب ال 10 مليون ويا عم اتكل على الله، شكرا على الوقت السعيد اللي انت قضيته معانا. دي كانت شويه اخبار النهارده كنت عاوز اقولها لكم كده، معلش انا عندي برد والله وتعبان وطالع بتكلم، انتوا شايفيني بتكلم ازاي اصلا، بس اقول لكم لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والتعليق وتصلي على النبي في التعليقات اهم حاجه قبل اي حاجه، واقول لكم سلام.